تعرف ايه عن تاريخ رضا عبد العال؟ وهل التاريخ بتاع رضا عبد العال كاذب ولا حقيقي؟ بداية رضا عبد العال كانت في ناشئين الزمالك، اما بدايته مع الفريق الاول فكانت في موسم 87 88. رضا عبد العال لعب مع الزمالك 6 مواسم، في ال6 مواسم دول لعب 103 مباراة، سجل 10 اهداف وصنع 15 هدف. بس هي مش الارقام دي قليلة شويتين 3 يا كابتن؟ اكتر موسم لرضا عبد العال سجل فيه اهداف مع الزمالك هو موسم 88 89 وسجل 4 اهداف، لكن في موسم 90 91 ما سجلش ولا هدف ولكنه صنع 7 اهداف. شابوه كابتن رضا. اما مسيره العالمي مع النادي الاهلي فبدات في موسم 93 94 وانتهت في موسم 97 98، والعالمي لعب مع النادي الاهلي 62 مباراه، سجل فيهم 10 اهداف وصنع 11 هدف. اللهم صل على النبي يا ابو الكباتن، ايه الارقام التحفه دي؟ المهم ان اعظم وافشخ موسم لرضا عبد العال مع النادي الاهلي كان موسم 94 95، لعب 15 مباراه، سجل 4 اهداف وصنع 3. اما بالنسبه لبطولات العالمي فخد 3 دوري مع نادي الزمالك وخد 5 دوري مع النادي الاهلي وكاس مصر. بصراحه لما تيجي تبص على الارقام تلاقيها ارقام ضعيفه جدا، ومش عارف انهي تاريخ ده اللي بيتكون على الارقام دي، وانهي بطولات اللي انت فرحان بيها والتاريخ ومش التاريخ، وانت كنت بتاخد البطولات دي وانت قاعد على الدكه. وهي دي المشكله، ان انت ممكن تلعب في الاهلي او الزمالك وتاخد بطولات وانت قاعد على الدكه وانت ما بتشاركش وانت ما بتعملش اي حاجه، لكن في الاول وفي الاخر تتحسب ان انت خدت بطوله وان انت كنت مع النادي وقتها، عشان بعد ما تبطل وتعتزل تقعد تقول لنا بطولاتي وتاريخي وحياتي وحاجاتي واهدافي اللي انا ما كنتش بجيبها اصلا. فيا ريت احسن محلل في كوكب زمردة يطلع يقول لنا رايه في تاريخه واهدافه اللي ما كانش بيجيبها.